واخيرا الحل الامثل بالنسبه للبنات اللي كتكون عندهم البشره ديالهم دهنيه وكيكونوا فيها هذوك الافرازات. يعني كنعرفوا البشره الدهنيه انها كتنتج لها هذوك الافرازات اللي كتكون غير عاديه. يعني الوجه كيولي غراس وكيولي كيلمع بواحد هذيك اللمعه اللي كتكون شويه غير مرغوب فيها، ماشي هذيك اللمعه اللي يعني اللي كتعطي ديال ليكلا ديال النضاره ديال الوجه، ولكن هذيك اللمعه اللي كتكون غير مرغوب فيها. هذا كريم نورماديرم سيتان كريم ماتيفيون اي كوريكتور، يعني كيعطينا واحد الماتيفيون لابول هذيك لابول اللي كتكون غراس و ميم طون كوريكتور، يعني كيصلح لنا البشره وعاوتاني كيرطبها لنا. كما كنقول لكم في الفيديوهات، جميع في الفيديوهات راه حتى البشره الدهنيه او المختلطه كيخصها ديما العنايه بها، وكذلك كنعطيوها حقها من الترطيب. ماشي صافي الى دهنيه كنهملوها من الترطيب، بالعكس حتى هي كيخصها واحد العنايه ديالها، غير كيخصو يكون روتين اللي كيكون متكامل. بالنسبه لهذا النورماديرم هذا اش كيدير؟ هذا كيقلل الافراز ديال هذوك الدهون، وفي نفس الوقت هذوك المسام اللي كيكونوا في البشره اللي كتكون دهنيه، يعني هذوك المسام اللي كيكونوا واسعين، هذا الكريم كيقلصهم لينا، كيعطي الحجم ديالهم كيتقلص، يعني ما كيبقاش واسع. وفي نفس الوقت البشره ديالنا كتكون فيها واحد النضاره، حيت كنعرفوا هذوك المسام الواسعه يعني كيعطيو واحد المنظر اللي كيكون خايب للوجه. انا فعلا ما كانوش عندي. راه كاينه البشره اللي كتكون جافه وميمطون في نفس الوقت بين ليله وضحاها كتقلب البشره ديالها، كتولي كتقول لك ولاو عندي المسام، ولاو عندي لي بوان نوار، ولاو بشرتي دهنيه. فعلا انا متفقه مع هاد الناس اللي كيكون عندهم المشكل اللي انا فعلا منهم. كان فيا الحبوب، ولكن من بعد فاش سالا مني الحبوب صافي رجعت بشرتي جافه، كانت كتقشر. ما عرفتش كيفاش شنو وقع، الله ما عرفتش. المهم راه ولات دهنيه دابا، ولاو عندي هذوك المسام، اضافه حتى على المسام هذوك التقابيل ديال الحبوب حتى هذوك كيكونوا. وباش انك تقلي من هذا المشكل هذا كيخصك تاخدي شي روتين اللي كيكون مناسب للبشره ديالك، سواء الا كانت دهنيه او الا كانت عاديه. راه انت كتمشي على حسب لو ريتم ديالك. بالنسبه لهاد نورماديرم هذا خاص فقط بالبشره اللي كتكون دهنيه حتى المختلطه. يعني الناس اللي كتكون عندهم بشرتهم جافه او عاديه ما يستعملوش. علاش؟ حيت ماتيفيون، يعني كيماتيفي لنا هذيك الغاس، هذيك الدهون، هذوك الافرازات ديال الدهون كيماتيفيون. وحاجه اخرى عاوتاني بالنسبه لي، هذا داخل فيه اسيد ساليسيليك. كنعرفوا الاسيد ساليسيليك الدور ديالو الفعال اللي كيكون عندهم هذا النوع ديال البشره، هذا خصوصا البشره كيكون فيها المسام وكيكون فيها اللاكني، وكذلك اللي كتكون خلاص دهنيه، راه قلناها من الاول. اضافه كذلك الى المياه البركانيه اللي كنعرفوا المياه البركانيه ديال هاد فيشي اللي كتستهدف لينا البشره اللي كتكون دهنيه وكيكونوا فيها هادوك لي بور. يعني ما غاديش نقول لكم انه غادي يسد لكم المسام، حيت المسام كيف كنقول لكم ما كاينش شي كريم لحد الساعه انكم اللي غتقولوا تسدوا المسام، فقط تقليل من الحجم ديالهم. وكذلك هذوك لي بوان نوار حتى هو كيحيدهم وكيعطي النضاره للبشره، وميم طون كيعطيكم واحد الترطيب اللي كيكون لطيف بالبشره. يعني هذا كننصحكم به، خصوصا المراهقين يستعملوه من المراهقه حتى البلوغ، راه انهم يستعملوه حتى 2 مرات في النهار. هذا واخا تكوني غير هو خلاص، هذا راه ما خصكيش تخرجي به عاوتاني للشمس. هذا بحال باش ديري مثلا باش ترطبي وجهك، هذا راه جامع ما بيناتهم بجوج. يعني كتستغناي على المرطب كديري غير هذا صافي، وديك الساعه بغيتي ديري كاع الماكياج ديالك كديريه غير هو، ما تخرجيش به للشمس كيف قلت لك. حاجه اخرى عاوتاني هو الكونتور ديزو ديالك، كتحاولي انك تيفيتي المحيط ديال العين، سواء في هذا سواء في اي كريم اخر. يعني كتحاولي تيفيتي منطقه العين، حيت راه كاينين بعض الناس اللي كتكون لابو ديالهم سونسيبل، واخا كيكون هذاك المنتوج مكتوب فيه انه واخا ديريه لمحيط العين، كما كنشوف غير في بعض الواقيات الشمسيه كيكون انه مسموح انك ديريه في محيط العين، ولكن الا درتو واحد النسبه من الناس انه كيدير لها هذيك الحموريه في العينين. لذلك الناس اللي كتكون بشرتهم سونسيبل ايفيتيو، خصوصا هذاك الكونتور ديزو كيكون اكثر يا كاع حساس. لذلك من الاحسن انك تفاديه في محيط العين.
وباش تحصلي على واحد الروتين متكامل، انك هذا بعدا كتكون البشره ديالك نقيه، تحاولي تاخدي فيشي نورمادير غاسول ديال الوجه المنظف اللي كيكون خاص بالبشره الدهنيه المختلطه لاباز ديال اسيد ساليسيليك كما هذا راه كنت شاركته معكم. يعني مره اخرى غندير معكم روتين متكامل. وتحاولي تاخدي الواقي الشمسي حتى هو من فيشي ماتيفيون. من الاحسن تاخديه انفيزيبل، خصوصا في الصيف يستحسن انك تستعملها انفيزيبل. وكاين عاوتاني كتبغي التانتي ماشي مشكل، هو راه ما كيسيح في الوجه، ما كيخرمز الوجه ما والو. هذاك الواقي الشمسي ديال فيشي يعني راه زوين حتى هو. وبهكا كتكوني انك درتي واحد الروتين اللي كيكون متكامل ومن نفس الشركه. يعني راه ما كنديرش انا اشهار الشركه ولا شي حاجه، غير هو فيشي سبحان الله العظيم. فيشي عندك فيشي ولا غوش بوزي وبيوديرما، هادو كيبقاو على راس القائمه في جميع المنتوجات ديالها. يعني ماركه عالميه معروفه من شحال هادي، ماشي بشحال يلا بشحال من شركه يلا بانت دابا وبغات دير سميتو بلاصتها. يعني راه هادي بلاصتها معروفه، ما كتحتاج ندير ليها لا انا اشهار ولا يديروا لها حتى شي حد اخر. فقط انا جيت نشارك معكم هذا المنتوج اللي فعلا لقيت عليه نتيجه. انا هذوك المسام حسيت بهم بداو شويه كيتجمعوا وما كيتسدوش، غير